السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. اهلا بكم بصحاب فيديو جديد. معاك احمد من قناه الدوم. فيديو النهارده يا صاحبي اخيرا هقول لك على كل التحديثات والاضافات بتاعه تحديث لعبه فوتبول ليج 2025. صلى على النبي في البدايه وما تنساش تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويحميهم في كل مكان. ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. طبعا يا صاحبي ما تنساش تروق عليا بلايك وسبسكرايب في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. خلينا بالصحاب ندخل دلوقتي في اول الاضافات الموجوده معانا. لو بصيت يا صاحبي على الخانات اللي فوق كده هتلاقي في خانتين جداد او في خانه جديده اتضافت معانا. خلينا بس نتفقد اول خانه دي وهي خانه الاطقم. ولو دخلت صعب على خانه الاطقم هتلاقي ان عندك اطقم جديده داخل اللعبه اتضافت، منهم الطقم الجولد دوت اللي هو عليه شعار البرازيل، وتاني طقم هو اف ال 2025 بتاع فوتبول ليج 2025. وبرده نفس الاطقم موجوده، كانت موجوده برده، يعني مفيش اي تغيير تقريبا. برده ده الطقم الجديد اتضاف معانا. وبرضه يا صديقي برضه تم إضافة مجموعة من الكور الجديدة، يعني زي الكرة الحمراء اللي قدامك دي، وزي الكرة الجولد بتاعت كأس العالم تقريبا دي، وتالت كرة وهي الأخيرة اللي هي يعني مش عارف صراحة رسمة ايه دي، بس يعني شكلها وحش. المهم خلينا ندخل في تاني إضافة على طول معانا. تاني إضافة معانا يا صاحبي وهي إضافة الفرق الكلاسيكية، وتعتبر الإضافة دي أفضل إضافة لحد دلوقتي داخل التحديث. خلينا ندخل كده. عندك هنا طريقة الدخول يا جدعان عند الحتة الحمراء، الخانة اللي في حمراء اللي فوق دي. هتدخل كده هتلاقي النادي الكلاسيكي او الوضع الوطني. المهم هتدخل على الفرق الكلاسيكيه. عندك هنا اربع دول فيهم انديه كلاسيكيه. انجلترا فيها ليفربول 2018 اللي صعد نهائي دوري ابطال قصاد ريال مدريد. وعندك هنا برضو ارسنال 2018، مانشستر يونايتد 2012، ليستر سيتي 2021، نيوكاسل 2012. وعندك هنا مانشستر سيتي 2021، مانشستر يونايتد 1999. وعندك هنا تشيلسي 2005، واخيرا ارسنال برضو 2004. لو دخلت هنا على المانيا هتلاقي عندك بايرن ميونخ 2013. ولو رحت على ايطاليا هتلاقي عندك اي سي ميلان 2003 وانتر ميلان 2010. لو جيت هنا بقى على اسبانيا هتلاقي عندك برشلونه 2009 وريال مدريد 2018. طبعا ريال مدريد 2018 في جاراسبيلو وفي بنزيما وفي اسكو وفي يعني اخر سنه كريستيانو، هتلاقي فيه كل حاجه. برضه 2009 هتلاقي فيه كل اساطير برشلونه موجوده في الفريق دوت. وصراحه يعني تعتبر افضل اضافه لحد دلوقتي هي اضافه الفرق الكلاسيكيه. برضه صعب من الحاجات المميزه داخل اللعبه ان تم اضافه دوري جديد وهو دوري الكرواتي. ولو دخلت كده هتلاقي ان عندك الدوري الكرواتي بالشكل اللي قدامك دوت. عندك هنا يعني كل الانديه بتاعت الدوري الكرواتي 10 انديه، تمام. فبرضه دي من الحاجات اللي بتميز التحديث. لو جيت يا صاحبي دخلت بقى على الاضافه اللي بعد كده هتلاقي ان في اضافه ما خدناش بالنا منها، او من ابرز برضه المميزات او الاضافه اللي كنا مستنيينها بشكل كبير جدا، وهي لغه التعليقات او التعليقات، يعني لغه التعليق داخل اللعبه. عندنا مجموعه كبيره جدا من التعليق داخل اللعبه، يعني زي عندك هنا الانجليزي اللي هو نورمال العادي، وعندك هنا الانجليزي الولايات المتحده اللي هو بتاع امريكا، وعندك هنا التعليق البرتغالي والتعليق الفرنسي والتعليق الالماني والتعليق الاسباني بتاع امريكا الجنوبيه، وعندك هنا التعليق العربي والتعليق الاسباني والتعليق الايطالي، وعندك تعليق تركيا، وعندك تعليق اندونيسيا وتعليق فيتنام، وتعليق تايلاند، وتعليق دوله كوريا، وتعليق اليابان، وتعليق دولة روسيا أو التعليق الروسي. وبكده يعني عندك هنا 2 4 6 8 10 12 14 16 تعليق داخل اللعبة. وبرضه صعب تقدر تنزل أي تعليق منهم، بس أنصحك ما تنزلش يعني ما تنزلهمش كلك، لأن اللعبة هتتقل معاك بشكل كبير جدا. فأنت يكفي إنك تشغل تعليق واحد بس. وهنجرب برضو التعليق العربي يا جدعان في حلقة جديدة أو الفيديو اللي بعد ده على طول. إن شاء الله هنجرب في التعليق العربي. تعالى بقى ندخل على اضافات الجيم بلاي يا صاحبي، وهقول لك على الاضافات اللي اللعبه نزلتها خلال الجيم بلاي. يعني اللعبه حسنت من الدفاع والتبديل بين اللعيبه وتحسين الضغط. يعني عندك هنا الدفاع داخل اللعبه اتحسن، والضغط بقى اللي انت بتضغط على الكره تحسين ملحوظ داخل الجيم بلاي. ما اعرفش في ايه بالظبط، بس فبص يا صحاب ده كان فيديو النهارده عرفتك فيه على جميع اضافات تحديث فوتبول ليج 2025 اللي لسه نازل. ما تنساش طبعا لايك وسبسكرايب في القناه لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب، وانتظر الفيديو بعد ده على طول هستعرض لك فيه التعليق العربي بالكامل.